تعالوا بقى هنعمل مع بعض النهاردة كفتة كده في صينية بطريقة مختلفة، ونحمر جنبها شوية مكرونة، وهنعمل شوية سلطة، ويبقى احلى غدا معاكي. عايزاها عشا ماشي حلو، هتنفع برضو. يلا ده كده شكلها. قبل ما نبدأ بقى ونقول بسم الله، ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما ننساش بقى نعمل اشتراك ولايك وشير للقناة عشان يوصلك اي جديد، وفعلي زر الجرس، واكتبي لي كومنت حلو بقى كده واعجابه، وقولوا لي بتتابعيني منين. هنا معانا بقى طبعا الكفته هنحتاج لها ايه بقى. انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه. ده كده نص كيلو لحمه مفرومه. فرم. بصي انا فرماه وشين، يعني انا واخداه وشين كده. ده نص كيلو اهو معايا. هنا فرمه معايا بصلتين متوسطين فرماهم، ومعايا هنا فصين توم برضو فرماهم. تمام كده اهو. حطينا البصل وحطينا فصين التوم على اللحمه المفرومه. وهنا معايا بقى خضرة طبعا انا مقطعاها، شبت وكزبرة وبقدونس. عايزة تحطي بقدونس بس ماشي. انا ده كان ساعتها يا رب، ده كان ساعتها بقدونس بس. هنا حطينا بقدونس بس للكفتة. وهنا معايا بقى التوابل بتاعتي ايه. معلقة ملح صغيرة، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، معلقة 7 بهارات. كل ده نحطه هنا كده على اللحمة المفرومة والبصل والخضرة. وهنا معايا بقى عشان اللحمه ما تكشش معاكي، هنحط هنا معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره. هنا كده معلقه صغيره عشان اللحمه او الصباع بتاع الكفته ما يكشش معاكي. كده خلاص عرفنا. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش بقى تعملي لايك لو الفيديو عجبك. كده خلاص انا عجنتها بايديا بقى كده طبعا كلها. اهم حاجه تعجنيها حلو جدا عشان كل حاجه تختلط باللحمه. وهنا جبت صينيه دهنها طبعا سمنه، وهنا جنبيها طبق شويه فيه شويه ميه علشان اعرف اصبع. يعني بدل الزيت انا بحط الميه، بتسهل عليا احسن يعني بصراحه. ببل ايدي ميه واجي مصبعه كده زي ما انت عايزه. عندك بقى سيخ او عندك حاجه ممكن تصبعي عليها، تمام ماشي. انا ما كنتش لاقيه ساعتها حاجه كنت عاملاها عندي كده، ما كنتش لاقيها، فصبعت اول صباعين كده على ايديا، وبعد كده دورت عليها. عارفين الخله اللي هي بتاع الفراخ الشيش طاووق؟ بجيب حوالي 4 أو 5 كده، واحطهم مع بعضهم والفهم بالاسترتش راب. يعني بنعمله زي سيخ كده زي ما انتم ما شايفين كده. دورت عليه خلاص لقيته، وكده هصبع عليه بقى كده. سهله حلوه قوي يعني. الطريقه دي بتسهل عليكي صباع، يعني تصبعيها حلو. هنا هنصبعها بقى زي ما انتم ما شايفين كده. وكمان عشان الفحم، ريحه الفحم تخش في قلبها. احنا هنا دي هندخلها الفرن. انا هنا معايا بسخن الفرن طبعا كده كده مسخناه، وخلاص كده صبعت وخلصتها. هندخلها الفرن بقى، بنحطها على الرف الوسطاني. وكده خلاص بعد ما استوت معايا، انا بحب بقى احط الفحمية في الاخر بعد ما بتستوي. يعني كده الفحمية خلاص سخنتها، ودي ورقة فويل كده بطبقها عشان احط فيها الفحمية. وبعد ما احط الفحمية بحط عليها معلقة زيت، واجي مغطياها. تاكلي احلى كفته بقى. اكنها بصي جايباها من بره، كفته حياتي، كفته مشويه على الفحم. دي طريقه سهله جدا وبسيطه. واهم حاجه البيكنج باودر ده علشان اللحمه ما تكشش معاكي. ده بيمنع كشاشين اللحمه، وبيخلي لك الصباع زي ما انتي مصبعاه كده اهو. ده شكلها بقى كده هنغرفها. ولو حد عمل الطريقه دي وعجبته يبقى يكتب لي كومنت حلو كده، وبالف انا وشفا ليكم. ما ننساش بقى نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد، لان دعمكم طبعا هيفيدني كتير قوي. وانا طبعا مش هكبر الا بيكم. ده كده شكلها بعد ما خلصت معايا اهو كده طبعا مستويه. ده كده بقى شكلها وطريه وحلوه جدا وبالف هنا وشفا، مش ناشفه. كده خلاص احنا قدمنا الاكل بقى، وده كان غدانا، وبالف هنا وشفا لينا، والف هنا وشفا.